واسمعوا معي قصة إسلام هذه اليابانية في الصحراء، وقولوا معي الله أكبر. جاءت للصحراء مع جمعية تنصيرية، وأقامت في قرية صحراوية لتقدم المساعدات، وكانت تسمع كل يوم صوت تسجيل لصلاة التراويح من الحرم من كوخ صغير قريبا منهم، فأعجبها ذلك الصوت وهي لا تعرف معناه. فلما رجعت إلى المدينة اشتاقت لذلك الصوت، وقالت لمن معها إنها سترجع لتلك القرية لتتعلم من أهلها عادات أهل الصحراء. وفي طريقها ضلت وتعطلت سيارتها في الصحراء، وأخذت تمشي حتى حل الظلام، ولما أحست بالموت وقرب النهاية جلست لا تقوى على شيء. وبينما هي على تلك الحال من اليأس وانقطاع الأمل والرجاء، إذ سمعت صوتا يأتي من بعيد، إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء، إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء. فتبعت الصوت حتى وصلت إلى القرية بعد أن أوشكت على الهلاك، فسألتهم عن ذلك الصوت، فقالوا لها إنه صوت الأذان، إنه صوت الله أكبر، إنه صوت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالت إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا، وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى الله. إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا، وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.